أرقام مارسيل كولر مع الأهلي. تولى السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال فترة من سبتمبر 2022 حتى إبريل 2025، وخلال 3 أعوام تولى فيها كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي نجح المدير الفني السويسري في قيادة الفريق في 160 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 108 مباراة، وتعادل في 33 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة. ويعد نجم الوسط محمد مجدي قفشة هو أكثر اللاعبين مشاركة مع النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر برصيد 123 مباراة. وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الأهلي تحت قيادة كولر كالتالي: محمد مجدي قفشة 123 مباراة، حسين الشحات 122 مباراة، محمد الشناوي 112 مباراة، مروان عطية 111 مباراة، محمد هاني 109 مباراة، رامي ربيعة 109 مباراة. أعلن النادي الأهلي يوم السبت الماضي الموافق 26 إبريل رحيل المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي. وودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل بهدف لمثله أمام صن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بينهم يوم الجمعة الماضي الموافق 25 إبريل الجاري. وبعد الخروج أعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر عن النادي الأهلي. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.